مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهارده تشيز كيك الكافيهات باحلى واجمل طريقه. بس قبل ما نشوف الطريقه والمقادير يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. معايا هنا 6 بواكي من البسكوت الساده. انا بستخدم نوع اولكر يا جماعه، اللي هو الفينجر بيكون طعمه حلو جدا، سعره كويس كمان. هفرم البسكوت كويس قوي في الكبه، وهحط عليه 4 معالق من الزبده يكونوا متسيحين. بس انا مش عايزه الزبده سخنه خالص، هبدا ادوبهم كلهم مع بعض. عاوزه كل البسكوت يتشرب الزبده اللي انا حطيتها ويبقى عامل زي الرمل المبلول كده. لما امسكه بايدي واضغط عليه الاقيه بنفس الشكل كده بالظبط. هعمل دلوقتي الكريمه بتاعت التشيز. معايا 200 جرام من الجبنه الكريمي، هحط عليهم نص كوبايه من اللبن الحليب المكثف، وهحط عليهم نص كوبايه من القشطه، وكوبايه من الكريم شانتيه الخام، وكوبايه من اللبن، وهضرب كل مع بعضه. انا عايزاه بنفس الشكل يا جماعه. دلوقتي كده طبعا التشيز معانا مش مظبوط. ايه اللي هيربطه بقى دلوقتي؟ الجيلاتين. هاخد 3 معالق صغيرين من الجيلاتين، هدوبهم في ربع كوبايه من الميه. الميه لازم تكون سخنه تماما مغليه، علشان الجيلاتين يفك معانا وما يكلكعش خالص في الميه. هبدا ادوب فيه كويس قوي لعند ما يدوب. خلاص هنا كده يعتبر داب معانا. هصفيه بقى على الخليط ما تقلقوش يا جماعة، الخليط هيسيح شوية بس هيرجع يتماسك تاني، مفيش مشكلة أول ما ندخله التلاجة. هبدأ أضربه بقى كويس ويتماسك كله مع بعضه. هنا خلاص بيكون شبه الكيك كده يا جماعة بالظبط. هبدأ أقسم الخليط على 3. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. أول واحد هحط ربع كوباية من المانجا. أنا ضرباها من غير مية ومن غير أي حاجة، أنا عايزاها بيور كده. هبدأ اقلبها كويس قوي مع التشيز. هنا خلاص قلبتها كويس وبقت باللون التاني بقى هنشوف هنعمل فيه ايه. انا هعمله تشيز كيك بالاوريو. جبت بكوين من البسكوت الاوريو وضربتهم كويس، نعمتهم في الكبه، وهبدأ احطه على الخليط التاني. الخليط التالت معانا هنعمله بالكراميل. جبت مربى حليب او كراميل عادي، وهبدأ ادوبه في التشيز وبقى معانا بالشكل تعالوا بقى في الوقت هنبدأ نصب الكوبايات او العلب بتاعه التشيز. العلب دي يا جماعه بنجيبها من اي حد، مستلزمات حلواني. بدأنا نصب الكراميل بالشكل هحط الكميه كلها وادخلها التلاجة لمده ساعتين. هبدأ دلوقتي اعمل التوبنج اللي هحطه على وشها. معايا معلقتين من مربى الحليب او الكراميل، برضو اي حاجه المتوفر عندك. هدوبهم في ربع كوبايه من الميه المغليه. هنا يا جماعه لقيت الطبق صغير فنقلته في طبق كبير شويه. هبدأ احط الميه بالتدريج لعند ما اوصل للقوام خلاص بعد ساعتين هبدأ اصب بقى الكراميل. ما نحطوش يا جماعه خالص والتشيز سخن، لازم ندخله التلاجة لمده ساعتين. هيبقى معانا بالشكل لان لو عملناه كده كله هيختلط على بعضه، وهو سخن كله هيختلط على بعضه كده. تمام. انا عايزاه بالشكل احاول اوزعه كده علشان يكون متساوي. هنا خلاص كده هبدأ اعمل تشيز المانجا. هجيب العلبه برضو هحط فيها معلقتين من البسكوت وهبدأ يا جماعة اضغط عليه جامد جدا بالمعلقة. انا عايزاه يكون مكبوس كويس قوي، بحيث لو انا مسكت العلبة ما يتقلبش معايا، علشان تطلع قطعة البسكوت متماسكة، ما تبقاش مهرية معايا. هجيب معلقة صغيرة واضغط عليها جامد. انا عايزاها بالشكل بالظبط كده. هبدأ احط دلوقتي تشيز المانجا واملى العلبة. انا عايزاه يا جماعة بالشكل كده. تمام قوي. هبدأ اعمل دلوقتي صوص المانجا. هجيب كوباية من المانجا البيوريه من غير اي ميه خالص، هحط معاها معلقه صغيره من الجيلاتين وادوبهم في ربع كوبايه من الميه المغليه لعند ما تدوب تماما. وهبدا انزل عليها بالجيلاتين واقلبها كويس قوي لعند ما تبدا تتماسك معايا والجيلاتين خلاص ما يبقاش ظاهر. تمام. انا عايزاها تكون بالتقل والشكل هبدا اوزعها على الشيز كيك. والشيز كيك كمان يا جماعه يكون ساقع في التلاجة بقاله ساعتين. تقدري كمان تغطي التشيز كيك كله، مش شرط انك تعملي زجزاج زي براحتك، تحطي توبنج كامل على القطعه. هنعمل مع بعض دلوقتي الاوريو. هجيب هنا بكوين من البسكوت الاوريو، هطحنهم برضو واحط عليهم معلقتين من الزبده. هبدا برضو اضغط عليه كويس قوي واحط عليه خليط الاوريو يكون بالشكل وهدخله التلاجة لمده ساعتين. هنا بعد ما خرج من التلاجة هحط له الجناش. طريقه الجناش يا جماعه انا هنزلها لكم في فيديو كده مختصر لوحده.
ان شاء الله، علشان اللي عايز يعرف الطريقة. هبدأ ازينه بقى بالطريقة دي. هنا خلاص كده بعد ما خلصنا. هنا زينت الكراميل بالشوكولاتة البيضاء. هنا بقى خلاص بعد ما خلصناه هندخله التلاجة لمدة 4 ساعات قبل التقديم علشان التشيز يمسك. خلاص ده الشكل النهائي. يا ريت بقى لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي.